تسجيلات إمام الزمان تقدم. حبايب سامعين صوتي؟ اولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله. طبعا الصوت غير واضح. لا واضح. طيب الصوت واضح الحين؟ طيب الاخوان، اشوف الاخوان بعض الاخوان وانا دوش يعني يمكن ما انتبهتوا لي، ما ادري اشوف سب. ما انتبهتوا لي. يمكن ما انتبهتوا لي. يا لا كله في التكست يعني زي ما تقول لما انا ادش يكون ما في سب، ما ادري ليش يعني. فلو سمحتم ترفقوا يعني الاخوان زي ما تقولوا يعني طيبين معاكم ان شاء الله، ان شاء الله، لان احنا في رمضان ان شاء الله. لا ولكم المايك. طيب عوف، اهلا وسهلا بيك. بالعكس انا شايف الاخوة قاعدين يدوك ورد على التكست. انا اول مرة اشوف صراحة شيعي يدخل الغرفة ويدوله ورد كده يعني. هذا اسد مصر ايام الشباب يا شباب، ايام الشباب. هذا اسد مصر ايام الفراعنة وتحتمس الثاني كذي كان هذا صوته. يعني هي الفاطمة يعني ماتت وهي حامل. طيب بص يا بعوف، طيب ماتت وهي حامل. طيب خد معاك المايك، علق على هذا الموضوع، تفضل. نعم توفت وهي حامل. ولك المايك. هذه معلومة جديدة، ان فاطمة الزهراء رضي الله عنها ارضاها ماتت وهي حامل. ما ادري المحسن اللي سقط هذا ما ينطاح، ما ادري من الباب اللي اسقط شو اسمه المحسن، شلون سقط المحسن وشلون هي حامل، والله ما ندري. اللهم صل على محمد وآل محمد. في الشهر الكام كانت؟ تفضل معاك المايك. عاد هداك الله، انت اسد مصر صاير لي طبيب امراض نساء بالشهر الكام والمدري شنو، خلاص عديها له يعني، يسأله بالشهر الكام يعني. حبكت. انت بتعطيني سؤال انتم ما بتعترفون يعني ان السيدة طاهرة الزهراء عليه السلام ان انتم عندكم في كتبكم ان مسقطة، بس احنا عندنا في كتبنا وادلتنا يعني. ولك المايك. والله ما ادري شنو قال، والله ما اعرف شنو قال. خل نطوف له نمشيها له، مو مشكلة. نكمل نمشيها له، ما ندري والله، نمشيها له. لا انتوا ما عندكم في كتبكم ان هي توفيت وهي حامل. انت عندكم في كتبكم ان هي قبل الوفاة يعني كانت تزور مقابر الشهداء وزارة الحمزة، وايضا عندكم ان هي ذهبت لأبي بكر الصديق وطالبت بفدك. فانا ما ادري ان ما نعديها يا اخوة دي وخلاص ونغير الموضوع. هنعديها يلا عديها. يعني ما فيش ابواب قصر درع ولا اسقاط جنين ولا اي حاجة من دي. لما هو يقولون اعطيتك الاجابة مباشرة، يعني من المفترض انك انت عارفه وانا عارف انك اصلا انت الاجابة عارفينها، فما يصير اصلا يعني زي ما تقولون اعطيك الاجابة وادري انك بتناقشني فيها واعرف انك وش بتقول اصلا. ولك احلى مايك. احلى شيء هذا، احلى مايك لك، احلى مايك. طيب يا ابو عوف، والله انا عن نفسي ما اعرفش هذا السر. انا هقول لك سؤال. انا مرة سألت الشيعي على السر، قال لي ايه؟ الاجابة اللي انت قلتها دي ما اتقالتليش قبل كده عشان تبقى انت فاهم، لذلك انت غلطان لما بتقول انت عارف الاجابة. واحد قال لي السر كرامة فاطمة، واحد قال لي السر
كرامة فاطمة. واحد تاني قال لي يعني الحين اسد مصر قاعد يسأل ابو عوف شنو معنات اللهم صل على فاطمة هذه وبنيها وبعلها وشنو والسر المستودع فيها. فيعني هذا احنا السؤال طرحناه عززنا على اثنين عشرية مساكين ما يعرفونه. ابو عوف يبي يجاوب عليه. انت غبي ازاي يكون سر وانا عارفه؟ فانت دلوقتي جبت لي ان السر المولود. هو المولود سر؟ هو المولود سر يا ابو عوف؟ يعني مش انت نفسك عارف ان في مولود؟ على كلامك يعني، على كلام الشهر اثنا عشرية. المحسن تقصد المحسن؟ طيب ممكن نسمع منك. انا سمعتك بتتكلم في موضوع وعجبني جدا، اذا ما كانش عندك مانع. عليكم السلام. هو بعيد شوية عن الموضوع ده، لكن انا سمعتك في قصة كنت بتذكر كرامات الامام المهدي عليه السلام. كنت بتسمع كرامات الامام المهدي، امامك المهدي. والقصة دي حسب ما انا فاكر، انا كنت ساعتها يعني كنت صغير، كنت مختفي فترة من الانترنت، مش فاكر من دون امشي شوية كثيرة، فما ادري يعني قصص طويلة جدا، فما ادري يعني اذا حابين تسمعون تنصتون للقصص وان شاء الله يعني تصدقون القصص يعني، لان اصلا مصدقة ما يحتاج لها شك. ولعن الله الشاك بآل البيت عليهم السلام. ولكم المايك. فاذا حابين تسمعون فتفضلوا، اذا مو حابين وحابين تتمسخرون فالله يسامحكم ولكم المايك. طيب ابو عوف انت تثق فيا ولا لا؟ ابو عوف انا خلي بالك ادمن يعني محترم، ما تفكرنيش يعني عيل صغير ولا حاجة. انا بحكي لك الان، سمعنا قصة من قصص اللي فيها كرامات الامام المهدي. مالك بقى دعوة بواحد كتب على التكست كلمة كده ولا كده؟ احنا عايزين نسمعك. يعني عامل لك ايه؟ نمديلك على ورقة نبعت لك توقعاتنا ان احنا عايزين نسمع القصة. السؤال المطروح. لحظة يا ابو عوف بسمعك شغلة وابيك تقول لي يا ابو عوف صدقني انا ادري انك اشجع من صاحبنا هذا. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: انا وعلي انا مدينة العلم وعلي بابه، فمن اراد فيأتي من بابها. صدق الرسول صلى الله عليه وآله يستب راسك عمو هلال، بارك الله فيك. وسلم. لذلك علينا يا اخوان الترفق بنا ولا الاساءة. ما علي اسيئوا الينا ولكن لا تسيئون الى ائمتنا الذين هم ائمتكم، ولا على المذاهب الدينية. نعم اسيئوا الينا، نعم نحن نقبل، ولكن لا تسيئوا الى اشرف الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله. وشكرا. وعفوا وعوف. عموما اول شيء اقول لك جزاك الله خير على هذا الكلام الطيب، واحسن الله اليك، ونسأل الله ان يجعل ما قدمت في ميزان حسناتك مولانا، وكثر الله من امثالك، وحياك الله. طيب يا ابو عوف، ما اجبت على سؤال اخوك بمشاري، ما اجبت على سؤال اخوك بمشاري. ها ما اجبت علي. يعني انا سمعتك هذه شنو كانت تقصد؟ ما رديت علي، ما شو اسمه. لا اخونا في الانسانية يا استاذي حبيبي، اخينا في الانسانية، ماكو مشكلة يعني. ما جاوبت علي. هذه الموالية اللي تبتولد. ها النسوان ها كان ما جيتوا بها حالة الطلق. اجوه النسوان قالوا له: قول يا علي، قول يا علي. صاحت يا علي ما ادري ايش رايك بهذه. ما جاوبني. هذه واحدة تبتولد. لا نترك الان، نترك الاجابة لابو عوف. تسمعني يا ابو عوف؟ تسمعني يا ابو عوف؟ تسمعني يا ابو عوف؟ ابو عوف تسمعني؟ ابو عوف طلع ظاهر موني. علي عليه السلام حارب الابطال. ايه هذا قاعد يتكلم الان، راح يقول لنا قصيدة لعلي رضي الله عنه وارضاه. أن تعتقدون عندما كانت تنادي يا علي. تفضل يا ايوه تفضل. ابو عوف طلع ظاهر موني. طيب في احد 12 ممكن ماذا كانت تقصد؟ تروح ياسر اصوت على جنب. قلت لك ماذا كانت تقصد هذه عندما كانت تنادي يا علي؟ تفضل يا ايوه تفضل ابو عوف، نسمع منك. تفضل يا ايوه. اللهم صل على محمد وعلى محمد والعن اعدائهم الى يوم الدين.
كما نقول، إذا تعتقدون، إذا أجبنا عليكم تعتقدون إن الإمام علي كمنزلة الله سبحانه وتعالى، فلماذا تعتقدون هكذا؟ طبعا الإمام علي عليه السلام حارب الأبطال، اختاره النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمقاتلة الأبطال. أفتعتقدون حينما يقاتل الأبطال وفي المعارك وإنما كمنزلة، أنا لن أتحاور حينما ينقط، أنا لن أتحاور، لن أكمل محاوراتي حتى يتأدبوا إخواننا الوهابية، وشكرا. والله ما لي أخطأ طرد يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا الإمام علي عليه السلام أمير المؤمنين يعتبر من شرفاء الخلق، وإنما لا أسميه كمنزلة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من شرفاء الخلق. نعم، الحمد لله. ومن خطبة له عليه السلام، وهي من الخطب العجيبة وتسمى القراء. خلينا نسمع الآن، نسمع الخطبة الغراء لعلي رضي الله عنه وأرضاه. حينما قال الإمام علي عليه السلام في خطبته: الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطوله، مانح كل غنيمة وفضل، وكاشف كل عظيمة وأذل، أحمده على عواطف كرمه وسوابق نعمه، وأؤمن به أولا باديا، واستهديه قريبا هاديا، واستعينه قادرا قاهرا، وأؤتي كل عليه كافيا ناصرا، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله لإنقاذ أمره وإنهاء عذره وتقديم نذره. أوصيكم عباد الله بتقوى الله الذي ضرب لكم الأمثال، ووقت لكم الآجال، وألبسكم الرياش، وأرفع لكم المعاش، وأحاطكم بالإحصاء، وأرسل لكم الجزاء، وآثر لكم بالنعم السوابق والرفد الروافق، وأنذركم بالحجج الضوالق، وأحصاكم عددا، ووظف لكم مددا في قرار خبرة ودار عبرة، أنتم مختبرون فيها ومحاسبون عليها، فإن الدنيا رنق مشاربها، ردق مشرعها، يونق منظرها ويوبق مخبرها، قرور حائل وظل زائل وسناد مائل. طبعا إلى تكملة المقطع الأخير. لا تسألوني شنو هو المقطع الأخير، هذا اللي قاله أنا ما أدري شنو هذا الأخير. أنا روافق، وأنذركم بالحجج الضوالق، وأحصاكم عددا، ووظف لكم مددا في قرار خبرة ودار عبرة، أنتم مختبرون فيها ومحاسبون عليها، فإن الدنيا رنق مشاربها، ردق مشرعها، يونق منظرها ويوبق مخبرها، قرور حائل وظل زائل وسناد مائل. طبعا إلى تكملة. والظاهر كان يفرش أسنانه، بارك الله فيكم، أعتقد كان يفرش أسنانه الولد ويطلع صوت.